ازيكم يا حلوين؟ معاكم منى حسن في فيديو جديد، وصفة جديدة. صلوا على النبي يا جماعة، بنية ان ربنا يحقق لكل واحد الحاجة اللي نفسه فيها وبيتمناها. وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة عندي من كلمة اشتراك تحت الفيديو او كلمة سبسكرايب، واكتبوا لي كومنتات حلوة كتير زيكم شجعوني، وكمان حطوا لي لايكات حلوة كتير زيكم. تمام. هنا بقى النهارده هعمل معاكم مولتو، وصفة حلوة وسهلة وسريعة. معايا هنا كده كوبايتين دقيق، انا عايرت بالكوباية اللي انا وريتها لكم دي. حطيت عليهم معلقتين لبن بودر. تمام. وكمان هحط عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه مليانه بس معلقه صغيره من هي بتاعه الشاي دي بيكنج باودر، ومعلقه زيها خميره. تمام. ومعايا كمان علبة زبادي كده، برضو هي علبة الزبادي دي لو عندك علبة كاملة حطيها، بس العلبة دي كانت ناقص يعني متاخد منها معلقة كده فحطيتها برضو عادي يعني. علبة زبادي معاكم اهو. وهبدأ بقى ان انا كمان ذرة ملح، واحط معلقة كبيرة سكر. انا حطيت سكر بحيث ان انا يعني العجينة نفسها يبقى مطعمة كده ومسكرة، يعني مش هاخد بس الحاجات المسكرة من الشوكولاتة. معلقة السكر دي عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة خلاص براحتك، بس انا حطيتها وادتني طعم حلو والنتيجة حلوة. تمام. هقلب بقى كده المكونات دي كلها في بعضها، يبقى كوبايتين دقيق وعلبة زبادي ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة خميرة وذرة ملح ومعلقة سكر. تمام. هبدأ بقى كده ان انا اعجن بمية دافية علشان الخميرة. انا كنت جايبة دي نفس الكوباية اللي انا عارتي بيها الدقيق. تمام. المية دي كانت دافية، هي خدت مني بس نص كوباية، فانتي زودي شوية بشوية. ممكن دقيق ياخد اكتر، ياخد ميه اكتر، ممكن دقيق ياخد ميه اقل، على حسب نوع الدقيق عندك. بس انا الدقيق اللي عندي خد هي بس نص كوبايه، انا عجنت بيها العجينه دي. هي عجينه المولتو بتبقى يعني هي لما نفسها بس ملزقه شويه، هي لازم تبقى ملزقه شويه. تمام. انا كده بس هعجن، انتي هتفضلي تعجني فيها يعني ايه من 7 ل10 دقايق. بتعجني بس في العجينه ما تزهقيش، علشان تاخدي بس نتيجه كويسه. انا كمان هنا علشان اعجنها حلو هبدأ احط شوية دقيق كده على الرخامة، وهبدأ ان انا اعجن فيهم بره الطبق يعني. انا بوريكم ان العجينة ملزقة في ايدي، هي مش سايبة ايدي، مش لما الطبق، لا هي ملزقة. وهي احنا عايزينها كده، عايزينها تبقى ملزقة، فانتي ما تقوليش ان هي ملزقة فهتزودي دقيق، لا. هي بتبقى ملزقة كده بس لما في نفس الوقت لما نفسها. انت هتشوفوا معايا دلوقتي قوام العجينة. بصوا انا بوريكم العجينة عاملة ازاي، هي ناعمة ناعمة بس ايه ملزقة. جربوا الوصفة دي بإذن الله هتعجبكم. تديها بقى لأطفالك في لانش بوكس، ياخدوها كده في نص اليوم كسناك كده ياكلوا منها، بدل يعني كيس المولتو أصلا هو فيه 4 وحدات تقريبا، معرفش ب3 جنيه ولا ب4 جنيه او ب5 جنيه، كمان ممكن يكون وصل 5 جنيه دلوقتي. اصل كل يوم سعر جديد للحاجة يعني. فاللي هو عامل لهم كوبايتين دقيق يعني ما شاء الله، عملوا معايا كمية حلوة كمية حلوة، يعني تكفي مثلا حوالي عن 3 4 اطفال يعني ياكلوا فيهم كده او اكتر، كمان ممكن يكفوكي مثلا يومين ولا حاجة بياكلوا فيهم. تمام. لو انتي بقى من الناس اللي هي مش بتديهم حلويات كتير او سكر كتير والحاجات دي، فممكن مثلا 3 4 ايام كل يوم مثلا ياخدوا واحدة ولا اتنين، فهتبقى حلوة قوي يعني. تمام. انا هنا كده فضلت اعجن في العجينة كويس، وهبدأ بقى ان انا اغطيها واسيبها بس ترتاح حوالي عن نص ساعة. ماشي. هنا بقى كده العجينه اهو سبتها كانت ارتاحت شويه. هبقى بقى انا كان معايا الشوكولاته اللي انا كنت عاملاها في الفيديو اللي فات، هسيبه لكم في صندوق الوصف او في اول كومنت مثبت. كنت عامله الشوكولاته الخام عاملاها شوكولاته شيبس، فانا هعمل بيها دلوقتي المولتو. تمام. هبدأ بقى كده ان انا افرد شويه دقيق شويه دقيق على الرخامه، وهبدأ ان انا ايه افرد في العجينه. انتي بترفعي العجينه على قد ما بتقدري. تمام. بس انا كان عندي بقى الرخامه ضيقه، فالدنيا كانت مزنقه معايا شويه يعني. بس الحمد لله في الاخر هوصل لنتيجه كويسه يعني. ربنا يوسع علينا كلنا يا رب. هنا اهو هبدأ ان انا افرد العجينه حلو. انتي بتاخدي في فرد العجينه، بتاخدي من النص على بره، من النص على بره، علشان تحاولي ان انتي تعمليها دايره كده يعني متساويه. يعني هي عندي كانت مش متساويه قوي، بس يعني حلوه كانت شغاله. انتي بتاخدي من النص لبره، من النص لبره.
وكمان البتاعة اللي انا بفرد بيها دي كانت مضايقاني. انا عايزة اجيب فيه كده حاجة شفتها كأنها عجلة، بإذن الله لو لقيتها في اي حتة هجيبها. هنا بقى كده دي كنت بقطع بقى العجينة بسكينة حامية او بالبتاعة اللي هي بتاعة البيتزا دي، بتقطعها بقى بالشكل ده. احنا هنعمله مولتو صغير اللي هو زي المولتو اللي بنشتريه في الكيس. انتي بقى عايزة تكبري التقطيع شوية وتعمليه كبير زي الكرواسون كده براحتك، بس انا هعمله زي المولتو اللي هو المولتو الصغير اللي احنا بنشتريه عادي من السوبر ماركت. اقطع بقى العجينة كده زي ما قلتلك، الكوبايتين دقيق ما شاء الله رموا معايا كمية حلوة. هقطعها كده مثلثات وهبدأ بقى الشوكولاتة هي زي ما قلتلكوا. هسيب لكم الفيديو تدخلوا شوفوها انا عملتها ازاي، وكمان برضو قريب هعمل منها برضو وصفة كمان بإذن الله هتعجبكم يعني. هبدأ بقى احط كده شوكولاتة في كل حتة عجينة. ممكن الشوكولاتة دي لو انتي ما عندكيش شوكولاتة ممكن تجيبي حليب لبن يعني. يعني كوباية لبن وتحطي عليها معلقتين كاكاو، وتحطي عليها كوباية لبن وكوباية سكر ومعلقتين كاكاو كبار، بس الكاكاو يبقى حلو يعني، وكوباية زيت. بس الزيت بتنزلي بتحطي اللبن، كوباية اللبن وكوباية السكر ومعلقتين الكاكاو في الخلاط، تمام، وبتنزلي عليهم بكوباية الزيت سرسوب خفيف قوي قوي في الخلاط، بتديكي قوام شوكولاتة تحفة قوي، وبيكون طعمها حلو قوي كمان ولذيذ. بس انتي اختاري كاكاو نوع حلو، وممكن تعمليها شوكولاتة وتحشي بيها المولتو ده مكان الشوكولاتة اللي انا عاملاها، تمام، برضه هيديكي نتيجة كويسة لو انت مش متوفر عندك شوكولاتة في البيت يعني. تمام. هبدأ بقى كده، انا جبت ورقة زبدة عشان اللي انا هلف واحط على ورقة الزبدة يعني عشان ما يلزقش مني في الصينية. تمام. انا بقى في اللف ببدأ ان انا اقفل الاطراف بتاعت اول لفة، اللي هو بقفل على الشوكولاتة نفسها، تمام، زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده ببدأ الف عادي، هوريكم برضو بقفل كده من ناحية كده، وببدأ اجيب الناحية التانية عليها كأنها ايه، كأني بلف سمبوسة كده. وبعد كده بقى بلف عادي، بشد بس الطرف ده كده وببدأ ان انا الف عادي. انا كنت هنا مبطئة الدنيا بحيث ان انا اوريكم يعني. لو وصلت لحد هنا في الفيديو والفيديو عجبك وقناتك والقناة بتاعتي عجبتك، اشتركي في القناة عندي اشتركي من كلمة اشتراك تحت، وحطي لي لايك واكتبي لي كومنت حلو زيك يا قمر يا اللي بتتفرجي عليا. هنا بقى كده كنت بلف اهو، جربوها وبإذن الله هتعجبكم قوي يعني. حاجة حلوة وحاجة سهلة يعني، حاجة كمان انتي عارفة انتي عاملاها لولادك ازاي يعني. عارفة في ناس ما بتأكلش ولادها الحاجات دي، بس اللي هو لو اخد واحدة ولا اتنين في اليوم يعني ما يضرش يعني هو تقريبا الولاد كلها بتاكل الحاجات دي يعني، تقريبا الولاد كلها بتروح السوبر ماركت بتشتري الحاجات دي، اصلا ما بنكونش قادرين عليهم ان هو لا مش هنجيب لكم، ممكن تجيب لهم بس اللي هو بقى احنا ما بنجيبش على طول يعني. ادي اهو الشكل اهو. انا هنا بقى كنت سرعت الفيديو عشان انجز بقى الفيديو مطولش عليكم يعني، وكمان هقفل الكاميرا وابدا الف ايه الدنيا، الف اكمل لف لوحدي. هنا بقى الشكل اهو، كنت حطاه كده على ورق زبده بحيث ان هو ما يلزقش معايا في الصينيه يعني. بوريك ان هو متقفل بالحركه اللي انا كنت بقفلها في الاول، بتخلي الشوكولاته عندي ما مش باينه علشان ما تخرجش مني يعني. تمام. هنا بقى كنت هقليه في الزيت، بس اهم حاجه الزيت يبقى غزير، زيت كتير قوي في الحله. انا جبت الحله دي عشان تبقى ضيقه فتاخد الزيت بتاعها يعني ايه الزيت يبقى كتير فيها، تمام، فما حطيتش يعني في الطاسه اللي عندي، ما انتوا عارفين ان الزيت غالي يعني، تمام هنا بقى اهو هبدا ان انا اقلي الزيت، بيبقى سخن، بتسخني الزيت حلو قوي، وبعد كده بتهدي عليه النار، تسيبيه حوالي عن يعني مثلا نص دقيقة كده والنار عليها هادية، وبعدين بتنزلي عليها بالمولتو اللي عندك
يعني احنا نازلين على زيت سخن تمام، بس اول ما هنزل بالمولتو هوطي بس النار شويه بحيث ان هو يستوي من جوه، ما ياخدش لون بسرعه ويبقى نايم من جوه لسه عجينه، لا، هسويه على نار وسط. ماشي. وايدك فيه كده قلبي علشان هو بياخد منك لون بسرعه. انا ما كنتش شايفه الصراحه، اصل انا قصيره فما كنتش شايفه اللي هو اللي الناحيه دي ده، كنت عماله اشب كده عشان اعرف ابص، يعني برفع نفسي عشان اعرف ابص. هنا بقى اهو، انا هقلي نص الكميه هقليها في الزيت، ونص الكميه التانية الصراحه قلت يعني اللي هو انا عندي طفل فمثلا ممكن ابقى اديله واحده ولا حاجه، مش هيبقى عجين ودقيق وسكر وشوكولاته وزيت يعني، فاهمين؟ فاللي هو انا هدخل نص الكميه هقليها في الزيت كده. قلت اجرب تركة الزيت دي، بس هي بصراحه حلوه قوي يعني. والنص التاني هحطه في صينيه عادي وهدخله الفرن. والاتنين ادوني على فكره نفس النتيجه، هو بس اللي مقلي في الزيت من بره كريسبي اكتر عن اللي هو حطيتيه في الفرن، بس من جوه تقريبا هما الاتنين نفس الحاجه يعني. انتي بقى عايزه تعملي الطريقه بتاعه الزيت دي اعمليها، عايزه تحطيهم في صينيه وتدخليهم الفرن لو انتي عايزه حاجه اخف. هو يعني لاصحاب الدايت هو ممنوع، يعني الشوكولاته والدقيق والسكر ممنوع الصراحه. لو انتي برضو يعني مش في دماغك دايت وكده، فعادي بقى اعملي اللي انت عايزاه. ممكن تعملي زي كده، اعملي كميه وجربيها، جربي الاتنين وشوفي النتيجه بالاتنين، بس الصراحه الاتنين نتيجتهم روعه. اللي في الزيت لونه من بره بيبقى تحفه الصراحه، بيبقى لونه تحفه وكريسبي من بره برضو بيبقى قمر يعني. واللي في الفرن برضو حلو. اللي في الفرن ده انا دهنت الصينيه دهن الزيت خفيفه و... ورصيته في الصينيه ودخلت الفرن من تحت على درجه حراره 180. ماشي. اخد مني لون من تحت وبعد كده رفعته فوق على الشوايه اخد بس لون من فوق كمان وخرجته. ماشي. وكمان اول ما يخرج معايا ده شربات خفيف. عندي شربات خفيف، الشربات اللي هو السكر والميه والليمون، اللي هو شربات عادي اللي هو بتاع الكنافه والحاجات دي، بس ده خفيف قوي. فهديله دهنه كده عليه من الوش وخلاص، واغطيه كده شويه بفوطه مطبخ نظيفه وخلاص، وبعد كده هشيله بقى من الصينيه. وكمان الوش اللي هو انا دهنته ايه قبل ما يدخل الفرن، دهنته بشويه لبن عادي يعني. ممكن تدهنيه ببيضه، بس انا ما بحبش البيض الصراحه، بخاف من الزفاره يعني. كان عندي بقى شويه شوكولاته كده فقلت ايه احطهم على الوش. مسيحه كده شويه شوكولاته الصراحه، شكله تحفه ولونه تحفه وطعمه تحفه، وباظظ خالص يعني، حاجه كده ايه باظظ خالص فاخر من الاخر يعني. ادي الشكل اهو من قريب. اول صفين ده اللي هو مقلي في الزيت، واللي ورا ده اللي هو بتاع الفرن عادي، على فكرة النتيجة واحدة، بس بتاع الزيت بيبقى لونه شوية احلى، وزي ما قلت لكم بيبقى كريسبي من بره، انما من جوه الاتنين نفس النتيجة عادي. فانتي بقى اللي انت عايزاه اعمليه، ممكن تجربي الاتنين. ممكن تقليه كله في الزيت، ممكن تدخليه كله الفرن. انا اديتك الفكرة وعلى حسب ما انت عايزة تمشي امشي. انا بوريكم اهو من جوه، ده اللي هي كانت مقلية في الزيت، دي شكلها من جوه وشكلها من بره، دي اللي كانت مقليه في الزيت. شايفين الشوكولاته من جوه متغرقه ومن بره متغرقه، وايدي كمان متغرقه، حاجه كده يعني ايه كلها شوكولاته في شوكولاته يعني، حاجه يعني ايه باظظ. بوريكم التوريقه كمان بتاعته. دي اللي كده زي ما قلت لكم، دي اللي كانت في الزيت. هوريكم بقى واحده كمان من اللي ورا دول، ده اللي كان في الفرن. ادي برضو شكله وادي التوريقه بتاعته اهو، برضو الشوكولاته من جوه سايحه ومن بره سايحه، وحاجه كده قمر. ما تنسوش بقى يا جماعه لو وصلتوا لحد هنا اشتركوا في القناه، زي ما قلت لكم من كلمه اشتراك تحت او كلمه سبسكرايب، وحطوا لي لايكات حلوه كتير كتير كتير، وكمان كومنتات. اسيبكم بقى في رعايه الله، هتوحشوني قوي لحد الفيديو الجاي. مع السلامه.